السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشوف النهاردة أعمال إنشاء واحد من أهم أعمال الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، واللي قرب يخلص بشكل كامل. هنشوف مراحل إنشاء الملعب وإمكانياتها، وكمان هنشوف آخر أخبار ملاعب كرة القدم الجديد، وإيه هي حكاية الاستاد العالمي اللي هيتعمل في مدينة العالمين الجديد. هنعرف كل ده بالتفاصيل، خليكم معانا. ده يا جماعة أحد الملاعب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هو الصالة المغطاة رقم واحد. لو بصينا على موقع الملعب هيكون موجود داخل المدينة الأولمبية جنوب العاصمة الإدارية الجديدة، وزي ما احنا شايفين من الشمال لليمين هو تالت ملعب بعد استاد الأولمبي والصالة المغطاة رقم اتنين. سعة الصالة 40,000 متر مربع، هتكون مخصصة لكرة اليد والطايرة وألعاب القوة. وزي ما احنا متعودنا في كل مشاريع المدينة الأولمبية، اللي بينفذ الملعب ده هو شركة مصرية اسمها شركة الرواد الهندسية الحديثة، وبيشرف على أعمال إنشاء الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. زي ما احنا شايفين ده أعمال تركيب تغطيات الملعب. وعشان نوصل للمرحلة دي تعالى نشوف مراحل إنشاء الملعب لحد ما انتهينا منه بالكامل. أول مرحلة هي إنشاء أساسيات الملعب، وبعدين مراحل صب الخرسانة وإنشاء المدرجات، وبعدها بيتعمل هيكل حديد ضخم بيتركب على شكل قطعة عشان نربط السقف والجدران الخارجية كتلة واحدة. زي ما احنا شايفين الهيكل الحديدي الخارجي بينه وبين المدرجات فراغ، بيكون في سلالم بتربطه بالمدرجات يستخدمها الجمهور للصعود والنزول للخطوة الأخيرة. الخطوة الأخيرة هي تغطية الهيكل الخارجي بخامات معينة، وهنا بتختلف تغطية الجدران عن تغطية السقف. زي ما احنا شايفين الجدران بتكون التغطية بتاعتها طبقة واحدة، ولكن السقف بيتعمل له طبقتين تغطية. أول طبقة بتكون شبكة حماية، بعد كده بيتم تركيب التغطية اللي لونها أبيض، وتقريبا هي نفس التغطيات المستخدمة في الملعب الأولمبي، وتتميز أن هي من الخامات عالية الجودة وبتتحمل كل الظروف الجوية، ارتفاع درجة الحرارة والأمطار. دلوقتي تعالوا نشوف فيديو سريع لمرحلة تنفيذ الصالة المغطاة بعاصمة إدارية جديدة، وبعدها هنتكلم عن الاستاد الجديد في العالمين الجديد. وبالنسبة للسؤال، هل هنعمل ملاعب كرة القدم جديدة في عاصمة إدارية جديدة أو العالمين؟ لحد دلوقتي مفيش ملاعب بتتعمل ولا هتتعمل غير الملعب الأولمبي في العاصمة الإدارية الجديدة، ولكن في أخبار عن إنشاء ملعب مغطى بدون تراك في العاصمة الإدارية الجديدة، لكن الكلام ده في المرحلة التانية مش دلوقتي. نفس الكلام في كلام عن إنشاء ملعب كرة قدم عالمي بمدينة العالمين الجديدة، وعلى الأغلب هيكون نفس الكلام في المرحلة التانية في مدينة العالمين الجديدة. ده كانت كل أخبارنا في آخر الفيديو. يا ريت ما تنساش تشترك في القناة، لو انت مش مشترك في القناة ما تنساش لايك للفيديو، ولو انت مش مشترك في القناة يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. اشوفكم بخير، السلام عليكم.